كل سنة وانتم طيبين. عملت النهاردة الكنافة بالمانجا بطريقة سهلة وبسيطة زي ما أنا متعودة معاكم. وصفاتنا كلها سهلة وبسيطة. قبل ما نبدأ الوصفة كده صلى على الرسول ونشوف عملنا ايه مع بعض. جبت حوالي نص كيلو من الكنافة، تمام، حطها قبلها بيوم في الفريزر. يفضل طبعا تكون في الفريزر عشان تطلع معاكم نفركها بكل سهولة زي ما انتم شايفين. قبلها بكام ساعة، قبلها بيوم، مفيش أي مشكلة خالص. بفركها كويس قوي زي ما انتم شايفين كده، تمام. وبحضر لها حوالي معلقة من سكر البودرة، معلقة واحدة بس. انتوا طبعا السكر حسب الرغبة. أنا مستخدمة معلقة سكر واحدة بس، تمام. ما عندكيش سكر بودرة جاهز، بتجيبي الكبة الصغيرة وتروحي حاطة فيها معلقة سكر وطحنها عادي، مفيش مشكلة. على معلقتين من السمنة أو الزبدة المتوفر برضو عندكم، تمام. طبعا نزلت كده بمعلقه سكر البودره وبعد كده معلقتين السمنه او الزبده، وبفركهم كويس قوي زي ما انتم شايفين، تمام. اتاكد كويس قوي ان انا فركتهم مع بعض في قلب الكنافه. بكون محضره الفرن على درجه حراره 220. بتاخد بالظبط في الفرن حوالي ربع ساعه تلت ساعه. كل 5 دقايق كده بجيب معلقه واروح مقلبها وهي في الفرن، تمام. هتطلع معاكم اللون ذهبي حكايه، تمام، من غير بقى ما نستخدم لها سمنه كتير ولا زبده كتير. وبدخلها الفرن على كده. بكون محضره وبجيب عندي بوله كوبايه وربع من الكريم شانتيه. بحط عليهم حوالي عصير كوبايه متلجه من عصير المانجا، تمام. وبنزل عليهم معلقتين كبار من الباستر كريم. بكون محضره جنبي حوالي نص كوبايه من الميه المتلجه. عايزين تستخدموا لبن مفيش مشكله، بس هي بتبقى ناجحه اكتر من اللبن. الميه المتلجه هي سبب نجاح الكريم شانتيه عشان تبقوا عارفين. في ناس بتستخدم لها لبن، بس انا بقول لكم لو حابين هو الافضل هنستخدم لها ميه متلجه. بكون محضره عندي نص كوبايه من الميه المتلجه فيها مكعبات تلج كده عشان الكريم شانتيه يطلع معايا مظبوط وهيرمي معاكم كميه حلوه قوي. بفضل لمده 5 دقايق كده اضربها في قلب المضرب، وبزود ميه كده. يعني انا بالظبط خدت على الكميه دي نص كوبايه من الميه المتلجه. قعدت حوالي 5 أو 6 دقايق. اعرف منين بقى ان الكريم شانتيه بتاعي كده خلاص تمام؟ لمده 5 أو 6 دقايق. هوريكم دلوقتي الكريم شانتيه كده بيبقى مظبوط لما تلقى له، بصوا يبقى له منقار. هوريكم دلوقتي. بصوا كده معايا، هتلاقيه تقل معاكم قوي، تمام. بصوا اهو الحرف اللي هو طالع ده كده تمام. خلاص الكريم شانتيه كده معايا مظبوط. زي ما قلت لكم الكميه دي خدت معايا نص كوبايه من الميه المتلجه. بركنه على جنب، تمام. بجيب عندي البايركس زي ما انتم شايفين، صينيه بايركس او اي صينيه عندكم. بصوا بقى الكنافه، على فكره الكاميرا مش مبينه اللون قوي بس هو اللون ذهبي تحفه، والله العظيم يا جماعه تحفه. بجيب عندي كده اول طبقه من الكنافه بفردها زي ما انتم شايفين. تمام كده، بفردها كويس اول طبقه. طبعا الكريم شانتيه يفضل هتستخدمه هتحطوه في قلب كيس حلواني او كيس تلاجة عادي. مش تستخدمه بمعلقه زي ما انا عملت كده خالص. هي الطريقه دي تمام، بس يا جماعه كانت صعبه شويه. المفروض هنجيب كيس حلواني، مش موجود كيس حلواني، كيس تلاجة عادي. بنحط الكريم شانتيه في قلبي واروح نازله عليه على الكنافه. بلاش معلقه هتتعبكوا شويه. بصوا الكريم شانتيه عندي متماسك ازاي. زي ما قلت لكم يفضل كيس تلاجة او كيس حلواني. بفرده طبعا، بفرد اول طبقه كده كويس، هوريكم دلوقتي. بسويها زي ما انتم شايفين كده. واجيب طبقه تاني من الكنافه. اجيب الاول المكعبات المانجا دي، حوالي مانجايه مقطعاها قطع. بصوا الوصفه دي جربوها، بسيطه وسهله وطعم حلو قوي ومميز قوي. طبعا بنسيبها في التلاجة حبه حلوين كده ساعه ساعتين قبل التقديم. بفرد قطع كده المانجا
وابتدي طبعا اعملها طبقات. على فكره هيبقى معايا من الكريم شانتيه وهيبقى معايا من الكنافه. عملتها في مجات كده حلو قوي، شكلهم كان تحفه، طبعا مع قطع المانجا من فوق من على الوش. اللي هيبقى معاكم هتعملوه في قلب كوبايات مجات كده، كنافه على كريم شانتيه على قطع من المانجا، هيبقى طعمها حكايه. تمام. بفرك كده المانجا بتاعتي، بروح جايبه طبقه تاني من الكنافه، بفردها بقى كويس. طبعا زي ما قلت لكم هنحطها في التلاجة من ساعة لساعتين قبل التقديم، يفضل يعني، هتديكوا نتيجة افضل. طبعا في ناس بتقطعها في ساعتها، بس انا بقول لكم يعني بنفردها كده كويس. كنت جايبة كيس كيس الجيلي، كيس جيلي مانجا. تمام. حضرته كده وعملته في قلب مج كده، وحطيت عليه قطع من المانجا. بعد ما بفرد كده اول طبقة، بحاول اضغط كده عليها عشان الطبقات تطلع معايا مظبوطة. زي ما قلت لكم كنت محضرة كيس جيلي مانجا، بس ما المقطع ما تصورش. وبعد ما برد خالص قطعت عليه قطع كده من المانجا، دي اللي هحطها على وش الصينية. تمام. بجيب طبقة تانية من الكريم شانتيه، بروح فرداها على الوش كده. زي ما قلت لكم يا جماعة، يفضل كيس حلواني او كيس تلاجة. تمام. فردتها كويس وجبت قطع المانجا دي حاطة عليها، بس المقطع ما تصورش، جيلي مانجا. تمام. وحطيتها في التلاجة من ساعة لساعتين، يفضل يعني طبعا قبلها بساعة او ساعتين، هتطلع معاكوا حكاية. من اسهل الطرق اللي ممكن تجربوها. بصوا كده بعد ما طلعتها، الجيلي بس هو مش باين، هو على الوش هو بس هو مش باين. تمام. بتفرق برضو في الطعم. اتمنى لو الوصفة عجبتكم تدعموني بلايك وشير وكومنت حلو منكم. اوعى تنسوا اشتراك في القناة. اشوفكم على خير. سلام.